برشلونه راح المدريد هو منقوص من اهم 3 لاعبين عنده، شلون راح يقدر يفوز بنصف نهائي الكاس؟ برشلونه راح يواجه اليوم اتلتيكو مدريد الساعه 11 ذهاب نصف نهائي كاس ملك اسبانيا بملعب الواندا متروبوليتانو، يعني بملعب سيميوني، والكل يعرف شنو سيميوني ومن هو. برشلونه يدخل هاي المباراه وعنده غيابات مؤثره جدا جدا جدا، اهمهم وابرزهم بيدري العقل المدبر لنادي برشلونه، احسن وسط بالعالم. بيدري بكل مباراه ضد اتلتيكو مدريد دائما يبدع، دائما يقدم لك الحل. اليوم ما موجود، شنو الحل؟ تتوقعون من راح يبدع ومن راح ياخذ مكان بيدري؟ برشلونه يدخل هاي المباراه هو ما عنده جناح ايسر، لا راشفورد ولا رافينيا. رافينيا عنده اصابه وحمل زايد وراح يغيب اكثر من اسبوع. راشفورد اصابه عضليه صارت له بالتدريبات. من الحل؟ يعني انت عندك راشفورد اكثر لاعب متالق ببرشلونه باخر فتره. رافينيا الكل يعرفه، من رافينيا؟ شنو اهدافه؟ شنو الحسم مالته؟ خاصه بهيك مباريات. رافينيا بميزه حلوه تختلف عن باقي لاعبين برشلونه. اللاعب بكل مباراه مهمه، ديربي، كلاسيكو، مباراه هامه بدوري الابطال، بدوري الاسباني، اللاعب يكون موجود، اللاعب ما يختفي عكس باقي اللاعبين. شكو مباراه هامه نادي برشلونه تلقى رافينيا هو النجم مالتها، فلهذا السبب اليوم غياب رافينيا كلش مؤثر. مع هذا عدة غياب راشفورد، يعني برشلونه اليوم داخل هاي المباراه وما عنده جناح يسار. من راح يكون البديل؟ ماكو غير واحد. لو القرار بيدي وتجي تسالني ابو ناجي من راح تلعب اليوم مركز جناح اليسار نادي برشلونه بمكان رافينيا او راشفورد؟ راح اختار لاعب واحد، جواو كانسيلو. كانسيلو يجيد اللعب بهذا المركز، لاعب ينطيك ادوار هجوميه وادوار دفاعيه، على الاقل يكون بالدي ساند اليه وتعطي الحريه لامين يامال حتى يقدر يضرب خطوط اتلتيكو مدريد. اليوم كل التوقعات ظروف المباراه بصالح دييغو سيميوني وفريقه، فريقه جاهز، اغلب لاعبينه كلهم جاهزين، فريق جاي يمر بفتره زينه. لوقمان اللاعب الوافد الجديد موجود، راح يكون اساسي مع الفاريز. سورلوث بعبع برشلونه راح يكون دك، هذا اللاعب كل ما ينزل على برشلونه راح يسجل. صراحه المباراه صعبه بملعبهم بارضهم، دييغو سيميوني يريد يفوز. ما اتوقع شنو نتيجه المباراه، اتمنى فوز برشلونه بس المباراه صعبه علينا. اكتبوا لنا شو توقعاتكم لهاي المباراه.